أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس ضي الموهبة. بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت المشاكل اللي كانت حاجبة الموهبة جوانا، تعالوا نفتكرهم مع بعض بشكل سريع. أول حاجة، توقع المثالية. من أول تجربة إنك تكون مستني تشوف درجة معينة من الإبداع، لأنك بتكون متخيل نتيجة معينة في خيالك، والنتيجة دي ممكن تكون أكبر من النتيجة اللي بتحققها في الحقيقة. تاني حاجة، انتظار البيئة المثالية. بدل ما بنخلقها بنفسنا بنستنى الظروف تتحسن أو المشاكل تخلص أو يبقى معاك فلوس مثلا بدل ما تبدأ بالمتاح. تالت حاجة، المقارنة بغيرنا. إنك تقارن نفسك بحد تاني، خصوصا لو الشخص ده أصغر منك، بتحس ساعتها إن أنت متأخر، وده مش حقيقي، لأن أكيد في نقاط خبرة حياتية عندك ومش عنده. النقط دي هتسهل عليك أي موضوع، أي حاجة بتتعلمها، أي حاجة بتتعامل فيها. رابع حاجة، قلة الالتزام والحماس اللي بيعلى ويطفي بسرعة. تستنى الحماس يجيلك وأول ما يقرب بتهرب، أو ساعات الحماس بيبقى قوي قوي وانت بتفضل تأجل. لأ، أنا هنزل أقعد مع صحابي شوية، أو هتفرج على الفيلم ده وبعدين أبدأ. هنا طاقتك ممكن تتغير، لأنك قعدت مع ناس طاقتهم مختلفة أثرت عليك، أو اتفرجت على فيلم أثر عليك وعلى طاقتك بشكل ما. خامس حاجة، الخوف من نظرة الناس أو من الفشل. بتخاف يصدروا عليك أحكام، أو بتعمل حساب لرأيهم فيك. دي العوامل اللي بتحجب موهبتك وإلهامك، واللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. احنا دلوقتي وصلنا لنقطة إدراك مهمة، وزي ما قلت لكم قبل كده، أول خطوة للعلاج هي الإدراك الواعي. الإدراك مش معناه إنك هتغلط نفس الغلطات تاني، بس الغلط وانت واعي معناه إنك بتدرب نفسك على التغيير، مش بتلف في نفس الدايرة. انت بتطلع منها وبتتفرج من بره، بتكون رؤيتك لردود أفعالك مختلفة. بتقول لا، أنا غلطت هنا، أنا هنا كان الأحسن إن أنا أتصرف كذا، من غير ما تحاسب نفسك، وبشكل رحيم جدا. مشكلتنا أوقات إننا بنتحمس وبننطفي جدا، وعلشان كده حلقة النهاردة مختلفة شوية. قبل ما أقول ابدأ اعمل كذا أو ابدأ بخطوات معينة، خليني أحكي لك حاجة حصلت لي. كنت مخنوقة، مش عارفة أفكر، مش عايزة أشتغل، مش لاقية الإلهام. قلت لنفسي أسكت شوية وأشوف إيه اللي هيحصل. سكت. ساعتها بدل ما أضغط على نفسي علشان أكتب، كتبت أول جملة. أول جملة جت في بالي، وبعدين الجملة التانية والتالتة. لقيت نفسي بكتب 10 رسايل. دي كانت أقوى طريقة رجعتني لحالة الإبداع، وإني سمعت صوت قلبي بره الدوشة بتاعت عقلي. تعالوا أقول لكم إيه هي ال10 رسائل. الرسالة الأولى، قدم لنفسك اهتمام علشان تعرف تديك الإلهام. انت طول الوقت بتفكر أو فاكر إن المكافأة هي إنك تنفذ أفكارك، بس لساعات بتكون محتاجه إنك تهتم بنفسك شوية، أو تزود اهتمامك لنفسك شوية. تزود حاجة في روتينك اليومي تنفعك، وجبة صحية ومشروب صحي كل يوم، حتى لو تفاحة وشوية ينسون، ونيتك تكون واضحة، أنا بحب نفسي وبكافئها. الرسالة التانية، استمر حتى لو مش قادر. المكان المثالي مش شرط علشان تبدأ. أوقات المكان بيكون كشكول بسيط، أو ورقة على المكتب، أو ملف على اللابتوب. لو يوم مش قادر تشتغل، اقعد قدام موهبتك 5 دقايق، مش علشان تغصب نفسك، بس علشان ما تقطعش الحبل اللي بيربطك بيها، علشان ما تهبطش، علشان تحافظ على الاستمرارية وتكون عادة. الرسالة التالتة، افتح مسارات الاستقبال. ما تقفش تبص على مسار واحد. لما تفضل مستني الإلهام يجيلك من شخص معين أو توقيت معين أو حاجة معينة، كأنك بتقفل باقي الأبواب، بس مش شرط الباب اللي في خيالك. خليك مستعد تستقبل إلهامك من أي مكان وأي حاجة وأي حد. بص للسما الصبح بدري، وقبل ما تنام اتنفس وابتسم، وانوي الاستقبال من كل المصادر. الرسالة الرابعة، ملكش دعوة بالناس الوحشة، خليك في نفسك.
لو انت حاسس ان اللي حواليك مش سالكين، بيضايقوك، مش بيحبوك، ما تبقاش زيهم وتقول العين بالعين والسن بالسن، علشان انت دلوقتي مش زيهم. انت دلوقتي في درجة وعي اعلى وارقى. مش هتعاملهم بمثل ما فعلوا، لا، هتعاملهم بمثل ما انت عليه. مركز الخوف هيقولك بس كده هيفتكروني طيب وغلبان او سلبي او معنديش شخصية. بس صدقني، اللي بحاول اقولهولك من بدري ان بجد مش مهم كلامهم، مش مهم هيفكروا فيك ازاي ولا هيقولوا عليك ايه. المهم انت ايه وهم ايه. المعاملة بالمثل بس مع الناس الكويسة، وبحدود صارمة مع اللي وعيهم اقل. الرسالة الخامسة: ما تخافش. الخوف مش عدو، الخوف جرس ان في حاجة غالية جواك بتتحرك. المبدعين الكبار كانوا بيخافوا بس اتحركوا وهم خايفين. الموهبة بتتغذى على الشجاعة مش على الكمال. الرسالة السادسة: التسامح بيحرر الطاقة. في حاجات معلقاك مش لأنك مش موهوب، لأنك شايل. سامح مش علشانهم، علشان تفتح الطاقة اللي جواك. الدعاء عليهم وإنك تشوف انتقام ربنا فيهم مش هيعمل لك حاجة ولا هيرد لك حقك، لكن المسامحة هتخليك تعرف تاخد خطوة لقدام وتبطل تبص لورا. واوعى تفتكر اني بقولك اتنازل عن حقك اللي ظلموك فيه، او انك ترجع تكلمهم تاني او تتعامل معاهم تاني. ابدا، انا بتكلم انك تسامحهم من جوه قلبك. لكن لو بينكم قضايا مثلا، اكيد سيب العدالة تاخد مجراها. احنا هنسامح علشان نفسنا مش علشان حد. فالمسامحة اللي انا بتكلم عليها اللي جوه قلبك مش اللي ظاهر منك. الرسالة السابعة: التواصل مع الطبيعة. التواصل مع الطبيعة بيرجعك لنفسك. امشي وسط الشجر، بص للسما، اسمع صوت العصافير، ازرع زرعة بسيطة في بيتك وراعيها. الجو لما يبقى حر، ادي لنفسك دقيقة واحدة، حس بالحرارة وهي عالية، حس بيها من نقطة استمتاع بدل شكوى. الكون بيبعت رسائل بس لازم تكون حاضر علشان تسمعها. الرسالة الثامنة: انت الأمل. الموهبة مش بس مهارة، الموهبة رسالة. وكل مرة تشتغل على موهبتك حتى لو خطوة، انت بتقول للعالم في أمل ولسه في جديد جوايا. الرسالة التاسعة: إعادة برمجة العقل. عقلنا متبرمج على حاجات معينة بتخلينا مش عارفين نتحرك، واقفين ثابتين ومتكتفين. وعلشان تعرف تعيد برمجة عقلك لازم تحس بكل حاجة نفسك تتكون في شخصيتك، تحس بيها كأنها موجودة بالفعل في الحاضر. اكتب قبل ما تنام جمل صغيرة: أنا جميل، أنا موهوب، أنا مؤثر. اكتبهم 5 مرات كل يوم، بشرط يكون في مرحلة قبل النوم مباشرة أو أول ما تصحى وانت لسه كده مدروخ، علشان العقل الواعي ما يقاومش التوكيدات دي. استمر ل55 يوم وهتحس بالفرق من أول أسبوع. الاستمرارية مهمة علشان النتيجة تكون كاملة وأبدية، مش مجرد نتيجة مؤقتة. الرسالة العاشرة: الموهبة مش ناقصة بس محتاجة تتعامل كأنها غالية. ما تسيبهاش للمزاج، اديها وقت، اديها ميعاد، عاملها كأنها شخص مهم لأن هي الأهم. بس موهبتك الناقصة دي ممكن تكون خيط قوي محتاج انك تتعمق فيه علشان توصل لموهبتك الروحية. وطبعا الموهبة الروحية أعلى بكتير من الموهبة الفنية. لو وصلت لحد هنا وحاسس ان كلامي مؤثر، ولو عايز تفرحني سيبلي كومنت وقولي ايه اكتر جملة لمستك. وعلى فكرة، لو اي جملة من اللي انا قلتها النهاردة لمست قلبك او نورت جزء كان مضلم في افكارك، فده معناه انك اقرب لموهبتك من اي وقت فات. اوعى تسيبها تدبل، اسقيها بالوقت وبالحب وبالصدق. لو الحلقة دي فادتك اعملي لايك واشترك في القناة.